تبدأ أحداث فيلمنا على الحدود بتاعة فنلندا مع الاتحاد السوفيتي، وفي آخر أيام الحرب العالمية التانية بيوصل أتامي القائد الفنلندي السابق ومعاه كلبه اللي بيحبه وشاحنته القديمة. أتامي بيعدي على حدود وبيدخل الأراضي السوفيتية رغم إنه كان مترحل منها قبل كده بسبب ترسيم الحدود الجديد، وبيمشي في طريقه لحد ما بيوصل بيته القديم. بيته كله تراب وذكريات، وجوه البيت بيلاقي علامات أطوال عياله محفورة على الحيطة، وصورة عيلته لسه موجودة. المنظر ده يكسر ويقع من الحزن لأنه فاكر كويس إن عيلته اتقتلت هنا على إيد جنود السوفييت بدم بارد ومن غير أي رحمة. في سيبيريا بقى في نفس الوقت ده ضابط سوفيتي اسمه إيغار طلع من السجن، وده نفس الراجل اللي قتل عيلة أتامي بوحشية. كان شايف إن قتلهم ده توفير رصاص. الضباط بيعرفوا إغارة على الحقيقة إن أوتامي أسطورة قتل أكتر من 300 جندي انتقاما بس لعيلته، ولقبه الخالد، وبيقولوا له إنك لو قتلته حريتك وثروتك في إيدك. أتامي من الناحية التانية بيقرر يجمع خشب وجذوع الشجر علشان يبني بيت جديد، وبيفك البيت بتاعه واحدة واحدة كنوع من تخليد الذكرى لعيلته. ومع أول نور الصباح بيبدأ يتحرك في طريقه للرجوع، وفجأة دورية سوفيتية بتوقفه. إيغار كان قاعد ورا في العربية، وأول ما بيشوفه بيعرفه على طول وبيأمر الجنود يخلصوا عليه فورا. بس إيتامي كان متوقع الضربة، بيركل باب الشاحنة بقوة فبتطلع زجاجة مولوتوف كانت متحضرة وبتنفجر في الجندي، وبيدخل في اشتباك مباشر مع الباقيين وبيمسك واحد فيهم كرهينة. الشاحنة بتقف قدام كنيسة بسبب حاجز عسكري، الرهينة بتهرب والجنود بيفتكروا أتامي وبيقتلوه. أتامي بيستغل الفرصة واللخبطة دي وبيطلع عليهم واحد واحد وبيقضي عليهم كلهم بكل دم بارد. غار بيتجنن وبيطلب تعزيزات من الجنود على موتوسيكلات بيبدأوا يطاردوا أتامي من هنا ومن هنا، وبيمطروا الشاحنة بالرصاص. مطاردة نار، لكن أتامي بيدوس فرامل فجأة، واحد من الدراجين بيطير والباقي بيقع ورا بعض واحد ورا التاني، وبيستخدم خطاف الشاحنة والمتفجرات وبيقضي عليهم واحد ورا التاني بطريقة ذكية ووحشية. غار بيرمي مولوتوف وبيحرق الخشب اللي في الشاحنة، ولكن أتامي بيرد عليه بحركة مجنونة وبيرمي جثة الجندي مربوطة بقنبلة يدوية وبتنفجر في عربية إيغار. وتامي بقى بيقف شوية وبيبرد الموتور وبيطلع شظة رصاص من خده بإيده ولكنه حاسس بأي حاجة. في نفس الوقت بقى إيغار بيطلب غارات جوية علشان يخلص عليه، طائرات نفاثة بتهجم عليه. أتامي بيسيب الشاحنة وبيجري في حقل وبيدخل حظيرة تنفجر وراه، وبيرجع يركب الشاحنة ويمشي وسط الشجر بمهارة علشان يضيع الطيارين. وفجأة بيدوس فرامل وجناح واحدة من الطيارات بيخبط في الشجر وبتنفجر في الهواء. الطيارة التانية بتتخبى وبتهجم من قدام، ولكن رصاصها بيخلص. الطيار بينط بالمظلة وأتامي بيفك الحبال فبتقع جذور الشجر ورا الشاحنة وبتخبط في الطيارة وبتفجرها هي كمان. الطيار بينزل بمظلة وبيحاول يضرب بس مفيش رصاص، فبيبتسم بسخرية لما بيسمع صوت الطيارة التانية جاية. الطيارة الجديدة بتبدأ ترمي قنابل، واحدة منهم بتنفجر في طيار السوفيتي نفسه. أتامي بيكمل سواقة والشاحنة بتقع من فوق منحدر على مية. المية بتبدأ تغرق الشاحنة واحدة واحدة. أتامي بيحاول بكل قوته ينقذ كلبه الوفي، وفي مشهد يخطف الأنفاس وبيبين إن الراجل ده ممكن يتحمل أي حاجة إلا إنه يخسر اللي بيحبه. ولكن بعد اللي حصل ده أتامي بينجح يطلع من شباك الشاحنة وهي بتغرق، وبمساعدة جذور الشجر اللي كانت معاه بيعرف يطفو وينقذ نفسه وكلبه الوفي من الموت. بعد شوية بقى إيغار بيوصل عند الجرف وبيبص على جثث الجنود المرمية في كل حتة. الغواصين بيقولوا إن هم لقوا الشاحنة في المية بس مفيش أي جثة. ساعتها إيغار بيفهم إن أتامي لسه عايش ولسه بيحاول يرجع فنلندا مهما حصل. أتامي بيعمل لنفسه حاجة بدائية وبيطفو بيها لحد ما يوصل على الشط، وهناك بقى بيلاقي دبابة مهجورة فعينيه بتلمع، وبيبدأ يجهز متفجرات ويشغل الدبابة ويدوس بيها أقصى سرعة ناحية الحدود. الدبابة المفخخة بتقرب من المركز الحدودي. إيغار بيشوفها بالمنظار وبيصرخ في الجنود عشان يضربوا الرصاص، والرصاص بينهال عليه بس ولا طلقة بتأثر فيها. عند الحدود الدبابة بتنفجر انفجار بيهز الأرض وبيطير للناحية التانية ولا أكنها أفلام هندية. أتامي بيطلع منها مصاب إصابات تقيلة وبيتحاصر من كل جنود السوفييت. وفجأة أوامر عليا بتيجي، أتامي لازم يتاخد حي. إيغار بيمسكه وهو فاقد الوعي وبيسحبه وبيسحله لحد الزنزانة جوه في القطر، والقطر بيبقى متجه لسيربيريا. إيغار بيبدأ يعذبه ويتلذذ وهو بيحكي له بالتفاصيل إزاي قتل عيلته، وبيحكي له إزاي خلص على ابنه الصغير اللي حاول يدافع عنهم بسكينة صغيرة وقدر يعور إيغار في عينه. الكلام ده بيولع نار جوه أتامي. إيغار بيقول له بكل سخرية إن سيربيريا هتخليه ينسى إن هو خالد،
وبيسيبه وهو متكلبش وبيمشي، بس الغضب كان أقوى من الحديد. إتامي بكل حقد بيكسر القيود جوه العربية بتاعة الإطار، وبيطلع سكينة كان مخبيها تحت جلده من زمان معرفش إزاي، وبيبدأ الهروب. أول ما الحراس بيحاولوا يدخلوا بيقتلهم على طول من غير أي تردد، وبياخد أسلحتهم وعينه مليانة دم. ولكن دي مش هروب، دي بداية الانتقام الأخير. وفي المقطورة بتاعة القيادة إيغار بيتخانق مع الضابط وبيطالب بمكافأة، والإطار بيجري في قلب الضلمة ومش عارف إن الموت ماشي على رجليه. وتامي بيتسلل بين العربيات في الإطار وهو ماسك منجل في إيده وماشي فوق العربيات بهدوء مرعب، وبيعدي فوق رؤوس الجنود النايمين واحد ورا التاني، وهو ناوي يصحيهم كلهم بس مش علشان يقتلوه، علشان يموتوه. تامي بيتسلل بهدوء بين عربيات القطار وعينه ثابته ونفسه محسوب. اول جندي بيقابله بيخلص عليه من غير اي صوت، والتاني بيهجم عليه وهو نايم في سريره وبيطعنه كذا طعنه قبل ما يلحق يصرخ. حتى الدم بدأ ينزل من السرير اللي فوق على وش الجندي التالت اللي نايم تحته. الجندي بيصحى مفزوع، وتامي بيتلخبط لحظة وبيقع على إزاز مكسور. الألم بيكون فظيع بس بيضغط على نفسه وبيستخبى بسرعة تحت السرير. الجنود بيكتشفوا الجثث والقطر كله بيتقلب. أتامي بيطلع على السقف بتاع الإطار بس وهو ماشي بيخبط في ماسورة بتقع بيه وبيدخل جوه العربية مليانة جنود مسلحين. وهنا بتحصل معركة مجنونة. أتامي بيمسك الماسورة وبيستخدمها كدرع وبيخلي الرصاص يرجع على اللي ضربوه، وبعد كده بيخطف سلاحين وبينزل فيهم تلطيش في العربية كلها. الجنود واحد ورا التاني من غير أي رحمة. إيغار بيحس إن هي النهاية قربت وبيقرر ياخد أقذر قرار في حياته، وبيفصل عربية الإطار علشان يسيب أتامي وراه. مش بس كده، وبيقتل الضابط اللي معاه بنفسه وبياخد شنطة الفلوس وبيفكر بس في الهروب. أتامي بيلاقي نفسه في الجزء اللي اتساب، وهناك بيلاقي صاروخ ضخم وبعقلية مجنونة بيشغله وبيستخدم قوته علشان يلحق عربية إيغار اللي بتجري. الجزء اللي أتامي سايقه بيخبط في عربية إيغار خبطة تهز الدنيا. أتامي بيدخل عليه وبتبدأ خناقة كسر عظام إيد بإيد وبالكراسي وبالإزاز، ومفيش قواعد ولا أي رحمة. إيغار بيبدأ يسيطر على الموضوع وبيمسك أتامي وبيحاول يغرقه في الحوض، وبعدها بيضربه بقضيب حديدي ضرب وحشي لحد ما أتامي بيقع على الأرض والدم مغرقه. إيغار بيقف فوقه وبيقول له بسخرية قول كلمتك الأخيرة. أتامي بيبص له بهدوء غريب وبيتف عليه، وفجأة مسمار حديد كان مخبيه في بقه هو نفس المسمار اللي كان ماسك بيه الصاروخ، وفي ثانية بيفلت الصاروخ وبينفجر في وش إيغار انفجار ضخم بيدمر العربية كلها والقطر كله وبيمسح إيغار من الوجود للأبد. بعد كل الفيلم الهندي ده أتامي بيوصل أخيرا لحدود فنلندا وهو سايق العربية وفيها الخشب وماشي. الجنود بيرفعوا السلاح في وشه بس أول ما بيشوفوا جواز سفره بينزلوا أسلحتهم وبيدوا التحية العسكرية احتراما له. أتامي بيرجع أرضه وبيبدأ يبني بيته واحدة واحدة من جديد هو وكلبه، وفجأة بيشوف رجالة جايين ومعاهم فؤوس وبيستعد على طول للضرب فاكرهم أعداء، ولكن الرجالة بيفاجئوه وبيقولوا له إن هم جايين يساعدوه يبني البيت بتاعه. ساعتها عينه بتدمع بعد سنين دم وقتل ووحدة. أتامي أخيرا بيحس بالسلام وبيحس إن هو رجع وسط أهله. وهنا نهاية الفيلم. تنساش بقى اشتراكك الجميل واللايك بتاعك علشان الفيديو يوصل للكل.